اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد. بصوا كله تشجيع وحماس. كل اللي قاعده بقى كسلانه بعد ما تسمع الفيديو ده كده هتقوم تتنشط وتخلص كل اللي وراها في شقتها، تفرم الشقه كده. لكل واحده بقى كسلانه قاعده كده في وخم الصيف، او بتقول الجو حر، او بتقول لا هكمل شغلي بكره، خليك ان شاء الله شعله نشاط. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب انصر أهلنا في غزة وفلسطين وكل المستضعفين المسلمين في كل مكان، قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. كمان يا رب وفق أولادنا جميعا يا رب في الامتحانات، وفقهم يا رب في الامتحانات كده وينجحوا. اللهم أمين يا رب العالمين. وفق ولادي وولادكم واشفي كل مريض. عايزه ارحب بكل المشتركين الجداد اللي اشتركوا عندي، والله العظيم وجودكم نورني وفرحني. بس تكتبوا لي تحت كده في التعليقات ان انتم مشتركين جداد. وكمان عايزه اسلم على كل متابعيني الجمال الامارات اللي ما بيفوتوش فيديو غير لما بيكتبوا لي تعليق. بحبكم في الله والله العظيم، انتوا اخواتي وحبايبي. بتعملي ايه يا نرمين؟ بعمل بصوا مسكت بقى السطح، عايزه اقول لكم رشرشته كده الصراحه. اليومين اللي فاتوا عندنا كانوا هوا وتراب، تمام، كانوا هوا وتراب يعني. عايزه اقول لكم البلكونات والسلالم والكلام ده كله تراب. فمسكت الصراحه السطح كده الاول. قمت من النوم لقيت نفسي نشيطه، كانت الساعه 10. قمت بقى ايه رشرشت السطح كده، وكنت عايزه اسقي الزرع كمان. فسقيت الزرع ورشيت على السطح شويه ميه. بصوا قلت عشان خاطر لو في تراب ولا حاجه ما يطيرش ليه على السلم، لان برضو همسح السلم. تمام. حتى الزرع بصوا من الحر برضو كان عايز ينسقى وكده. احنا بصوا بنسقيه يعني يوم ويوم. وساعات جوزي بقى بيطلع يسقيه يعني بالميه، وساعات انا لما بكون فاضيه. وساعات البنات يعني بصوا على حسب المزاج كده، اما نلاقي نفسنا كده ايه عايزين نطلع كده نتهوى على سطح، ناخد جيركن ميه او جيركنين ونطلع بقى ايه نسقي الزرع ونجيب شويه نعناع نشرب بيهم الشاي وكده. الصراحه قلت بقى ايه افطر. إيه كان متبقي بقى شويه طعميه كده من البنات، وحطيت حته جبنه وخيار، واهم حاجه عندي كوبايه القهوه والله العظيم. بصوا كوبايه القهوه كوبايه النسكافيه دي جزء مهم جدا الصبح. ما بحسش ان انا كده بدأت يومي غير لما بشربها الصراحه يعني. بس لما بقوم من النوم ما ببقاش عايزه افطر قوي، فلازم اعمل اي حاجه. قلت هطلع كده على السطح، اسقي الزرع واشرش السطح كده عشان خاطر لو في هوا ولا حاجه ما ينزليش على السلم. يعني زي ما تقولوا كده بنايم التراب. بحط ميه كده على سطح ورشرشه كده، والسلالم برضو اللي هي نازله من على سطح برضو رشيت عليها ميه. تمام. وهمسك بقى السلم. عايزه اقول لكم ان السلم عندي بقى تراب خالص. ليه؟ اليومين اللي فاتوا بقى كانوا هوا بتراب، تمام. فالسلم عندي بقى مش نضيف خالص. قلت انضفه. عايزاكم كده تقوموا تتشجعوا كده وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراكم، وان شاء الله الفيديو النهارده كده يشجعكم. فلتقيت الصراحة السلم كله تراب. انا عايزة اقول لكم ان في الاسبوع كنت بعمله مرتين ثلاثة من غير تصوير الصراحة يعني. كل يوم ممكن اكنسه يوم، ممكن امسحه كده بالشرشوبة رايح جاي في ثواني كده يوم. ولكن بقى اليومين اللي فاتوا كان زي ما قلت لكم كان فيه تراب. فاستنيت بقى لحد ما الهواء والتراب بقى يخلصوا. لقيت في اليوم ده كده ما فيش هواء ولا اي حاجة. قلت لا امسحه بقى. تمام. فالصراحة جبت بقى جراد المية وبدأت ان انا امسحه من فوق لتحت، خليته زي العسل زي العسل. لما بقى بعد كده يعني بكسل بمسك بالشرشوبة. ممكن لو انت مش عايز تمسحي السلم بالطريقة دي بالشرشوبة، يعني تمسكي الجردل كده والشرشوبة، بس هتغيري المية كل شوية. الشرشوبة طبعا بتمسح التراب الناعم خالص. لو انت مثلا مكسلة تمسحي المسحة دي، بس المسحة دي مثلا كل شهر مرة، اللي عندها سلم زي دي يعني. فلما بكسل بقى بمسك الشرشمه ما بكنسش. ليه؟ عشان التراب ما يطلعش على على الحيطان والبيبان والشبابيك والكلام ده كله. بمسك جردل، بحط فيه شويه ميه، وكل مثلا شويه سلالم امسح بالجردل واروح اغير الايه الميه. وهكذا. بس في اليوم ده كده اتنشطت الصراحه، واتشجعت ولقيت الجو حلو كده وهادي. انا بحب الجو الايه اللي هو مثلا لو صيف يعني بحبه من غير هوا من غير تراب. حر مش مشكلة، احنا عارفين ان الصيف كله حر، حتى بنشتغل في المية اهو مش مشكلة. فربنا يعيننا كده على شغل البيت، عايز نظافة كل شوية يا جماعة. بصوا زي ما يكون كده الايه التراب ده مستقصدنا. لما بيلاقينا بننظف كل شوية بقى ونمسح السلم ونمسح الشقق والكلام ده كله، الهوا بيشتغل والتراب بيشتغل تاني. يعني السلم ده عايز واحدة مخصوص اللي هو الله العظيم تمسح كل شوية وتكنس وكده.
ان شاء الله كده الفيديو النهارده يشجعكم. عايزه اقول لكم كنت عايزه انزله لكم امبارح، ولكن بصوا منتجته وكنت لسه جايه اسجل، ابني التليفون بتاعه باظ فخده مني، يعني كان عايزه يعني ايه شويه حاجات كده بيذاكروا على التليفون. فالصراحه خده مني. اول ما قال لي هاتيه الصراحه اديتهوله. طبعا اي ام بتبقي مصلحه عيالها يا جماعه عن مصلحتها، مش مشكله ايام امتحانات والكلام ده كله. فاتاخرت يعني، فقلت بقى اسجله لكم النهارده وانزله لكم. عايزاكم بقى تشدوا حيلكم معايا كده في المشاهدات، تروحوا بقى تشاهدوا لي فيديوهات قديمه عشان الاعلانات تنزل عليها. تعملوا لي مشاركه للفيديو على الفيس بتاعكم لكل اصحابكم لكل حبايبكم. تكتبوا لي تعليقات حلوه منكم، واي واحده شافت قناتي بالصدفه كده تشترك في القناه وتكبر بخاطري، عشان قناتي يا جماعه تكبر وتتشاف وتفتح نفسي. عايزاها تفتح نفسي والله العظيم. بس على فكرة انتوا بقى وكلامكم الجميل بصوا بيفتح نفسي خالص والله العظيم. طول ما انتوا معايا هنزل لكم فيديوهات كل يوم ان شاء الله كده. ربنا ما يجيب ايه وحش يا رب، ويخليكم ليا ويوفقكم ويوفق ولادنا جميعا في الامتحانات ويسعدكم يا رب، وبلغكم كده يوم عرفة وانتوا صايمين باحسن صحة وفي اتم حال. اللهم امين يا رب العالمين. متشكرة جدا جدا على التعليقات الجميلة والله العظيم اللي بتكتبوها لي، بتشجعني وبتفرحني خالص. آه، فعايزه اقول لكم عندي السلم زي ما بقول لكم على طول، ده عيني عليه الصراحه. اول ما يبقى فيه تراب الصراحه لازم امسحه بقى او اكنسه كده يعني، وبالذات بقى اللي هو نضيف الشقه تبقى نضيفه من جوه. تمام. وهبعمل لكم فيديو بقى اللي هو يعني بمسح الشقق كل يوم، يعني مثلا بفتح الريسبشن وبمسحه والصاله عندنا وبمسحها وكده. ليه؟ عشان خاطر انا شلت السجاد التقيل كله، فمعايا الشرشوبة طول النهار افضل امسح بقى من التراب. عايزه اقولك ان التراب في الصيف كتير، فانت كل يوم تمسكي الشرشوبه كده اول ما تقوم من النوم وزي ما قلت لك قبل كده في التنظيفات بتاعه الصيف تشيلي السجاد التقيل كله، عشان خاطر تشيلي بقى المشايه وتمسحي تحتها وتفردي المشايه تاني على طول. هتلاقي الجو ايه جو صيف كده وطراوه، وجبت طراوه كده في البيت ومفيش فيها تراب. يعني التراب بيكتر في الصيف واحنا وراه. الصراحة الجيركن المساحة عندي واللي هو والشرشوبة على طول بروح جاية مسحة، واروح جاية حطاها ايه في البلكونة تنشف بقى بشوية بقى معطر ارضيات كده يعني. فعايزه اقول لكم في اليوم ده مسكت السلم بقى خليته زي العسل. هوريلكم في الاخر كده. بصوا يا جماعه والله العظيم راحه نفسيه راحه نفسيه. اكتر حاجه بتبان عليها التراب واجهه البيت يعني السلم وكده. وكمان يعني في مثل بيقول بقى اكنس بيتك ورشه، مش عارفين مين اللي ايه اللي هيخش الصراحه ايه. تاني يوم على طول بلاقي ناس جايين، يعني بلاقي بصي بلاقي زي ضيوف فجأة كده. فببقى فرحانة ان السلم بتاعي نضيف ودخلوا لقيوا ايه الجو نضيف وكده. مش عايزاكي بقى تكسلي، عايزاكي كل يوم الصبح كده تقومي تنضفي المطبخ، تغسلي المواعين، تمسحي كده الحمام مسحه خفيفه. لو عندك سلم زي ده كده برضو تمسحيه. لو انت مكسله بقى تدلدقي ميه سيبي دلدقه الميه دي بصي كل اسبوعين. امسحي بالشرشوبه. الشرشوبه بقى مع وتغيري الميه كل شويه بيوصلنا نفس النتيجه على فكره. بس الصراحه ساعات بقى بتغاظ بقى من التراب، بروح جايه بقى ماليه جراكن والله العظيم بتعب برضه. كل شويه بدخل بقى ايه املى الجيركن واطلع تاني وهكذا. وبتعب كمان في التصوير. يعني عايزاكم بقى ايه تشجعوني بلايكات كتير، تحطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده. إيه وعايزاكم برضو تقوموا كده تتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم. زي ما قلت لك تصحي الصبح كده تشربي القهوه بتاعتك تاخدي طاقه، او تشربي كوبايه نسكافيه ايا كان بتحبي بقى، او كوبايه شاي ساده اللي انت بتحبيها، تلاقي نفسك عندك طاقه كده. وتفطري الاول ولادك وجوزك والكلام ده كله، وبعد كده تقومي بقى تخلصي اللي وراكي وتكوني عارفه طبختك. وبعدين بقى ايه نطبخ بقى. انا صراحه إيه مش كل يوم بعمل ايه كل حاجه، لا بقسم شغلي كده. اهم حاجه ان انت تعملي كل يوم حاجه، تقسمي شغلك على الايام هتلاقي شقتك نظيفه وزي الفل ولا العظيم. بصوا كده خلصت السلم خلصته وظبطته اهو زي ما انتم شايفين. البلكونه ده عايزه اقول لكم والله العظيم الصغيره دي اول ما الهوا والتراب بلاقيها كلها تراب كلها. بس الحمد لله بقت زي العسل. يا رب تكون كده فيديوهاتي بتشجعكم وتنشطكم. هندخل بقى نعمل شويه كيك. بصوا بقت زي العسل زي العسل كده
اهو زي ما انتوا شايفين. المقشه بقى باخدها احطها في البلكونه. اهم حاجه بقى المقشه تاخديها تحطها في الشمس. الشرشوبه برضو تاخديها تحطها في الشمس كده، لازم الشمس تشوف الحاجات اللي كلها ميه دي عشان خاطر تتطهر يا جماعه. انا على طول الشرشوبه عندي في البلكونه تنشف بدخلها، برضو المقشه في البلكونه تنشف بدخلها، وهكذا. المشاية برضو اللي قدام الحمام تاخديها برضو تطلعيها في البلكونه شويه، وهكذا. عشان ريحة ما يبقاش الشقة ريحتها كمكمة. برضو الفوطة بتاعت الحمام مش بنطلعها انا كنت ايام زمان بطلعها شوية في الشمس، ولكن قلت اغسلها بقى، يعني كل يوم بغسلها كل يوم، كل يومين بغسلها. لو انت بقى مكسلة او كده تحطها برضو بره في الشمس وكده. بصوا هنعمل بقى صينيه كيك. الصراحه انا ولادي بيحبوا الكيك اللي هو بالشوكولاته، اللي هو بتحط عليه كاكاو ده على الدقيق. فقلت ما عملتلهمش حاجه يعني مسكره من زمان، هعمل لهم بقى. الصراحه بجيب فاكهه، يعني ايه، بحب انا الفاكهه. انا الصراحه عن نفسي ما بحبش الكيك ولا السكريات دي كلها، انا بحب الفاكهه، بموت في الفاكهه يعني. ف بجيب فاكهة، فهم ما بياكلوش الفاكهة قوي، عايزين كيك. فعايزينه ايه، عايزينه هو بني ده، يعني ايه، بحط شوية كاكاو كده على الدقيق. فحطيت بعد ما خلصت الصراحة كان عندي اكل من امبارح، بدل ما تبقى عندي اكل من امبارح خلاص ادخل المطبخ اعمل لهم اي حاجة حلوة. بصوا جبت المواد السائلة، يعني حطيتها في الخلاط. عملت بيضتين على كوباية ونص لبن، كوباية ونص سكر، وعملت كوباية زيت كاملة. وهحط بقى الدقيق، ممكن بصوا حطيت كده يعني حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا الدقيق انت بتحطيه على حسب الايه المادة السائلة اللي انت بتحطها يعني. بصوا جبت كمان كيك شيف وحطيتها عليها، وبعد كده بعت بنت السوبر ماركت طبعا جابت لي كاكاو، عشان خاطر كاكاو خام خالص بتحط على الدقيق يخلي الايه الكيكه بني يعني. تمام. آه بصوا اهي زي ما انتوا شايفين كده. عايزاكم يا جماعه تحطوا لايكات كتير وتعليقات حلوه منكم، وعايزاكم كمان ما تكسلوش عن شغل البيت، تقومي كده ايه تتشجعوا وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراك. يا رب تكون فيديوهاتي كده بتشجعكم. متشكره جدا جدا على التعليقات الجميله اللي بتكتبوها لي، والله العظيم. بصوا حطيت بقى المواد السائله دي كده على الدقيق، وتفضلي تقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. عايز تحطي دقيق بقى حطي، يعني احتاجتي دقيق حطي. الدقيق جنب الصراحه، لما بحتاج دقيق بحط. اهم حاجه المواد السائله. انا حطيت كوبايه ونص من اللبن، كوبايه ونص من السكر، وكوبايه زيت، وحطيت 3 بيضات. مش لازم تكتري من البيض خالص عشان حاطين كيك شيف على الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا عايز شويه دقيق حطيت شويه كاكاو عشان تبقى بني بقى. هي بنتي بتحبها بني، لما تلاقيني كده دخلت استعنت بالله كده قلت هعمل لكم صينيه كيك، تقول لي خلاص يا ماما اعمليها بالشوكولاته. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ايه، انا مولعه فرن البوتاجاز قبل ما اعملها يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. كل يوم لازم، لو يعني ايه قعدت كده اسبوع كده من غير ما اعمل لاولادي حاجه بحس ان انا مقصره الصراحه، لازم اعمل لهم حاجه في نص الاسبوع كده. تمام. يا اما كيك بقى، يا اما رز بلبن، اي حاجه باللبن يعني، يا اما بصوا حلويات كده. تمام. كل اسبوعين مره كده لازم اعمل لهم عشان انا ما احسش ان انا مقصره وحرمهم من حاجه يا جماعه. بصوا الكيك بقى حطيتها كده في الصينيه بعد ما دهنتها سمنه، وطبعا هحطها في الفرن. الفرن طبعا شغال. بحطها كده ايه في الفرن اهي زي ما انتوا شايفين كده. عملتها معاكم قبل كده كتير الصراحه، ما كنتش عايزه اصورها والله، بس قلت لا، كل حاجه اعملها لازم اصورها لمتابعين الامارات الجميلات كده اللي ايه اللي بيعلقوا لي كل فيديو. متشكره جدا جدا والله العظيم على التعليقات الجميله. وعايزه كل بقى اللي بيتفرجوا من غير ما يعلقوا، ما بتعلقوش لي على الفيديوهات. بصوا عايزاكم تكلموني كده تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين وكده يعني، ورايكم في الفيديوهات. تمام. ما تكسلوش عن كتابة تعليق يا جماعة، بتفرق معايا والله العظيم. وكمان اللايك، تحطوا لايكات كتير. تعالوا بقى نطلع من الكيكة الجميلة دي. بصوا تحفة، هشة وزي العسل والله العظيم، واقتصادية. انا ما بحطش على الكيك اكتر من 3 بيضات. بصوا مش الله احط دقيق كتير، هما 3 بيضات بس، لان بنحط كيك شيف يا جماعة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. الكيكة تحفة، وعايزاكم بقى ايه تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.